السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. اتكلمنا في الحلقة الأولى من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية عن المؤهلات المطلوبة للسفر، واتكلمنا عن الطريق باختصار لحد النجاح في الامتحان إن شاء الله. لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت لازم تسمعها عشان تتابع السلسلة معايا. النهاردة هنتكلم عن أول حاجة في الطريق، وهي معادلة الشهادات، وهنعرف إزاي بنعملها والشركات بتاعتها. وزي ما اتكلمنا ان في شركتين لعمل المعادلة وهما CGFNS وجوزيف سيليني، هنتكلم النهاردة عن CGFNS. هنتكلم عن سعر الخدمة ومميزاتها وعيوبها، وكمان ايه الورق المطلوب ليها وازاي اقدم عليها. احنا علشان نعمل معادلة الشهادات الشركة بتتأكد من حاجتين، وهما مؤهلك وعدد ساعاتك وكمان ترخيص مزاولة المهنة بتاعك علشان تطلع لك التقرير النهائي، وده اسمه CES Report، وده اختصار للCredential Evaluation Service. طب ايه المميزات بتاع الشركة دي وعيوبها؟ أول ميزة وهي إن التقرير بتاعها معتمد في كل الولايات تقريبا في أمريكا. تاني حاجة، معظم البوردات أو مجالس التمريض بتقبل التقرير بتاعها، وكمان بيعتبرها أقوى شركة من حيث المصداقية للأوراق علشان إجراءاتهم صارمة جدا، ولازم الأوراق تتبعت من المؤسسة الأكاديمية نفسها. طب هنتكلم عن العيوب. أول حاجة، رسوم أعلى نسبيا من شركة جوزيف سيليني، بس أنا مش شايفها عيب لأنها بتتعوض في حاجات تانية هتعرفها. تاني حاجة هي إجراءاتها الصعبة، وخصوصا لو أنت كنت مع التمريض قبل البكالوريوس أو الجامعة أول مرة تتعامل معاها. تالت حاجة، بتاخد وقت أكبر عشان يطلع لك التقرير عكس جوزيف، بس لو أنت مشيت في الورق صح وحد قبلك عمل الأوراق منهم في الجامعة ممكن يظهر لك التقرير في وقت قصير جدا. هما كاتبين على الموقع من 3 ل6 شهور عشان يطلع لك التقرير، بس عادي في ناس طلعته بعد شهر عادي. طيب تمام، هنتكلم بقى عن الأسعار للخدمات بتاعتها، وهنا خلينا نتكلم عن الخدمة بتاع معادلة الشهادات في الوقت الحالي، لأن بعد كده هتحتاج خدمة تاني منهم بس بعد النجاح إن شاء الله. وده تكلفة CES ريبورت، ده اللي بنطلعه حوالي $485 أمريكي. طيب تمام، أنا لو هعمل معادلة الشهادات مع شركة CGFNS إيه المطلوب إن أنا أعمله؟ أنا هقولك. أول حاجة، أنت بتعمل أكاونت على موقع CGFNS وبتدفع تمن الخدمة، وبينزل لك فورمين، واحد خاص بالوزارة وواحد خاص بالجامعة، وأنا هقولك التفاصيل دي. طيب هتقولي ايه الورق المطلوب عشان اعمل التقرير معاهم؟ انا اقولك هنقسمهم متطلبات جامعة ومتطلبات تراخيص ومتطلبات ما قبل الجامعة. اول حاجة هم متطلبات الجامعة، فهم محتاجين منك شهادة التخرج بالانجليزي، وشهادة بيان الساعات المعتمدة والدرجات بالانجليزي، وشهادة المحتوى العلمي، وبعدها بتحمل الفورم اللي قلتلك عليه من الكلية وبيتختم، وكلهم بيتحطوا في ظرف واحد وبيتختم وبيتكتب عليه مرسل من الكلية لعنوان CGFNS، وبنبعته عن طريق DHL أو شركة ميدل إيست في مصر عشان أرخص. تاني حاجة هي متطلبات الترخيص، ودي مزاولة المهنة بالإنجليزي حديثة من إدارة التراخيص في القاهرة، وكمان في فورم خاص بالوزارة اللي اتكلمنا عليه، ده بيتملي ويتختم ونحط المزاولة مع الفورم في ظرف كده وبيتختم، وبنكتب المرسل من إدارة التراخيص لعنوان CGFNS وبنبعتهم برضو في DHL أو الميدل إيست. تالت حاجة وهي متطلبات ما قبل الجامعة، وهنا بيحتاجوا منك صورة جواز السفر وصورة شهادة السنة والعام إنجليزي، بنرفعهم برضو على الأكاونت مباشرة، مش محتاجين نبعتهم بالظرف زي الباقي. وهنعملك فيديو ازاي بنسجل على الموقع وايه الخطوات الصحيحة عشان متقعش في أي غلط، وكمان هوريلك شكل الظرف بتاع الجامعة والوزارة وايه اللي بيتكتب عليهم. ومع الفيديو ان شاء الله بتاع التسجيل على موقع CGFNS هنزل لك كمان فورمين وهنعرضهم، وازاي بنكتب فورم الوزارة وازاي بنكتب فورم الجامعة. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن شركة جوزيف سيليني والمتطلبات والاسعار والمميزات والعيوب بتاع الشركة، وهنعمل في اخر الفيديو مقارنة سريعة بين جوزيف سيليني وCGFNS. ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في امان الله.